وهي في الجملة ترجع ل10 أسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. نعم. الآن يعني ختم لما يتعلق بهذا الحديث بذكر 10 أمور جالبة للمحبة، جالبة للمحبة، يعني محبة الله سبحانه وتعالى. ونحن تقدم معنا في الدعاء وحب العمل الذي يبلغني حبك، الذي يبلغني حبك. فهناك أمور إذا اعتنى بها العبد بلغ ووصل إلى حب الله، أن يحبه الله سبحانه وتعالى. قد قال فيما نقله ابن كثير بعض السلف، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فيعتني العبد بفعل الأمور التي تجلب له محبة الله، تجلب له محبة الله. وابن القيم رحمه الله تعالى أجملها في 10 أسباب، أجملها في 10 أسباب. الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول، وقال: أفلا يتدبرون القرآن. فتدبر القرآن، العناية بقراءة القرآن بالتدبر، التأمل للمعاني لهدايات القرآن، هذا من أعظم ما ينال به العبد محبة الله، من أعظم ما ينال به العبد محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. هذه أخذها ابن القيم من الحديث القدسي المتقدم ذكره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول ابن القيم: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، لأن قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الذي يعبد الله بالفرائض يحبه الله، يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو ولي من أولياء الله الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. لكن أعلى منه رتبة من تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، بالنوافل بعد الفرائض، فإنها أي النوافل توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، المحبة التي نالها أين؟ في فعله للفرائض، في فعله للفرائض. فإذا بعد الفرائض اجتهد في النوافل أوصلته إلى درجة أعلى في محبة الله سبحانه وتعالى له. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. نعم. قال رحمه الله: الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. نعم. ومن أحب شيئا محبة صادقة أكثر من ذكره، فإذا قام في القلب محبة صادقة عظيمة لله أكثر العبد من ذكر ربه سبحانه وتعالى. فمجاهدة النفس على الإكثار من ذكر الله باللسان وبالقلب وبالعمل، العمل مثل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله، الصلاة والصيام والحج وغيرها من
الطاعات، لأن هذه الطاعات أصلا إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله. قال وأقم الصلاة لذكري، قال إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. نعم. قال رحمه الله: الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. نعم، يعني أن يقدم محبة الله على محبة نفسه، ويؤثر محاب الله على محاب نفسه، وهذا ينكشف عند غلبة الهوى، عندما تكون النفس تهوى شيئا، تريد شيئا فيأبى عليها ويأخذها إلى حيث ماذا؟ إلى حيث ما يحبه الله، إلى الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا عند غلبة الأهواء يتبين قوة المحبة من ضعفها. نعم. قال رحمه الله: الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. نعم. الخامس مطالعة القلب للأسماء الحسنى والصفات العليا، يحرص المرء على معرفة أسماء الله، وتكون هذه المعرفة معرفة قلبية، يعرف قلبه ربه بأسمائه وصفاته، أسماءه التي جاءت في القرآن والسنة وصفاته التي جاءت في القرآن والسنة. وعندما يجد صفات لله يأخذ في التأمل لها والتأمل في معانيها، ويشاهدها بقلبه، يشاهدها بقلبه، تعظم في قلبه المعرفة بالله. انظر هذه الكلمة العظيمة ما أجملها لابن القيم، يقول: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. نعم. قال رحمه الله: السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. نعم، يذكر العبد نعمة الله عليه وفضله ومنته، يذكر نعمة الله عليه في صحته، في ماله، في بدنه، في مسكنه، في تجارته، قبل ذلك في هدايته للإيمان والطاعة. فتحديث النفس بالنعم وكثرة النعم، نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، يزيد في القلب من حبه لله، ويعظم في القلب محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما تزيد به المحبة وتقوى مشاهدة البر والإحسان والإنعام. ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن في دعوة الأنبياء لأقوامهم يذكرونهم بنعم الله: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم. الآيات في هذا المعنى كثيرة، الآيات في هذا المعنى كثيرة. فذكر النعم ذكرها بالقلب، يذكر الإنسان قلبه بنعم الله عليه. فهذا الذكر للنعم يجلب ماذا؟ يجلب المحبة، يجلب الحمد، يجلب الثناء على المنعم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه، انكسار القلب بكليته بين يديه. وهذا إنما يكون بجمعية القلب، إنما يكون بجمعية القلب على محاب الله، وأولا محبة الله ومحاب الله، محبة ما يحب سبحانه وتعالى، حتى ينكسر القلب خاضعا بين يدي محبوبه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه،
ثم ختم ذلك لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي. هذه مسألة يؤكد عليها ابن القيم في هذا الباب، باب نيل محبة الله سبحانه وتعالى، العناية بالثلث الأخير من الليل، كما في الصحيحين وحديث تواتر نقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وجاء في بعض الروايات: فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. ثم يقول عز وجل: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا وقت شريف، وقت فاضل يحرص عليه العبد حرصا عظيما، لأنه من الأبواب ومن الأعمال الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. يختم صلاته من الليل ومناجاته لربه يختمها بطلب المغفرة. نعم. قال رحمه الله: التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمر. لما يختم صلاته من الليل بالاستغفار يشهد هنا لما يصلي ما يسر الله له من صلاة الليل، يشهد أنه مهما قدم من الطاعات يبقى مقصرا، لا ينظر إلى نفسه أنه قام الليل وأنه لا ينظر، يستغفر ربه، لأن مهما قمت به من عبادة فلا زلت مقصرا في حق ربك، فيستغفر ربه، بخلاف من يقوم ببعض الطاعات ويظن أنه قدم وقدم وأنه فعل وفعل، لا، ما يزال. ولهذا مشهد التقصير مع مشاهدة النعمة هذا مهم جدا في كمال العبودية وفي زوال العجب، طرد العجب عن النفس. ولهذا يصلي ما يصلي من الليل، ثم إذا قضى صلاته قال: استغفر الله، استغفر، ويستغفر ما ييسر الله له سبحانه وتعالى من استغفار. نعم. قال رحمه الله: التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما تنتقى أطايب الثمر، أو كما تنتقي أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. نعم، يعني لأن الجليس مؤثر وينتفع الإنسان غاية الانتفاع بالمجالس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا مجالسة المحبين، مجالسة أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل العبادة لها أثرها. وأرشدكم إلى نوع من المجالسة نافع جدا جدا نافع، قراءة سير الأنبياء وسير الصحابة الكرام، ويعني قراءة قصصهم وأخبارهم وعبوديتهم وأعمالهم. هؤلاء صحبة تصحبهم بالقراءة، تصحبهم بقراءتك لسيرهم، حتى إنك إذا أكرمك الله عز وجل وأخذت يعني تقرأ في سير مثلا بعض الأكابر من الأئمة، انتبه لما أقول لك، إذا يعني أقبلت على قراءة سير بعض الأكابر من الأئمة وقوي نظرك في سيرته ومحبتك لأخباره وأحواله، ستجد مع الأيام أن سيرته بدأت تدخل في سيرتك وتتحقق في شخصك.
أرأيتم الآن من يقرؤون في أخبار التافهين، يقرؤون في أخبار التافهين كيف يحاكونهم في لباس، يحاكونهم في قص شعر، يحاكونهم لأنه يقرأ لهم كثيرا. وهذه المسألة مهمة جدا في الحياة، مسألة قدوة، والقدوة ما تكون إلا بالمطالعة. انظر واقرأ في سير من ينبغي أن تقتدي بهم. فالقراءة في سير الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. القراءة في سير الصحابة، القراءة في سير أعلام النبلاء، هذا اسم كتاب، القراءة في سير أعلام النبلاء يورثك نبلا، يورثك أيها القارئ نبلا لما تقرأ في سير أعلام النبلاء. وهذا أوصي به للذهبي رحمه الله، سير أعلام النبلاء. فلما يعيش معهم يصاحبهم، هذه صحبة لها أثر عميق جدا على الإنسان. وكذلك يحتاج الإنسان في الواقع الذي يعيشه صحبة أخيار من طلاب العلم، من أهل العلم، من أهل العبادة، يقترب منهم، من مجالسهم، لأنها لها أثر عظيم على العبد في حياته وعبادته. نعم. قال رحمه الله: العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. نعم، يعني يبتعد عن ما يضاد ذلك، كل سبب يحول بينه وبين محبة الله، فيبتعد عن الأهواء المضلة، ويبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الشهوات المحرمة، مواطن الريب، مواطن الفتن يبتعد عنها، لأنه إن دخلها وذهب إليها وجد المحبة بدأت تنزل، تنقص وتضعف، فلا يذهب إليها لا بجسمه ولا بنظره، لأن الآن انفتح الآن باب النظر من خلال المشاهدات في الجوالات وغيرها. قد يعيش الإنسان فترة وينظر في مشاهدات، يظن أنه فقط النظر متع نظره وسلى نفسه، وما يدري المسكين أن هذا النظر سيكون له ماذا؟ أثر على قلبه، سيكون له أثر على قلبه. وإذا امتد به النظر لتلك المشاهدات أمرضت قلبه. ويقولون الدفع أهون من الرفع، لأن إذا تعلق القلب تجذرت هذه الأمور في القلب، إخراجها يحتاج، مع أنها تخرج بإذن الله، لا ييأس أحد، تخرج بإذن الله عز وجل، لكن دفع هذه الأشياء أيسر من رفعها. فلا يدخل الإنسان ولا يخاطر بدينه. قالوا قديما: ما كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك. لا يخاطر الإنسان بدينه، مخاطرة بالمال أهون من المخاطرة بالدين. قال: فمن هذه الأسباب، قال رحمه الله: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يحتاج المسلم دائما أن يعمل على تقوية محبة الله تعالى في قلبه، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة شرعه، وأن يفعل الأسباب التي تمكن هذه المحبة في القلب، وأن يجتهد في أن يبعد عن قلبه أمراضه وأسقامه التي تضعف هذه المحبة وتوهيها، ويكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقه حبه وحب من يحبه وحب العمل المقرب إلى حبه، ويكررها في حياته، ويبذل الأسباب التي تقوي وتوسع مساحة المحبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه في قلبه. نسأل الله لنا أجمعين المعونة والتوفيق، آمين. وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. أنبه قبل أن أختم بالدعاء أن الدرس يتوقف إلى الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.